هلو هلو أهلا بيكم مرة تانية بنكمل كلامنا على نفس الموضوع في المعاملة السيئة من أولياء الأمور أو من الطلاب أو الكلام بقى على الفلوس والفصال والناس ما بتدفعش الفلوس وهكذا. فاحنا اتكلمنا في النقطة الأولانية عن الفصال واتكلمنا على إن احنا مش بنفاصل إطلاقا على تكاليف الدرس أو الكورس بتاعنا، وإن احنا مش بنروح نهب في الناس كده ونقول لهم لا انتوا اللي معكمش فلوس مش عارف ايه، مش بتعامل مع ناس معاملة وحشة، نتعامل معاهم بشكل لطيف جدًا وهين جدًا، في الأول وفي الآخر دول زي أهالينا، فإحنا ما نحبش إن حد يتعامل معانا أو مع أهلنا أو الناس اللي بنحبها بشكل وِحِش، علشان خاطر هُم معهمش تكاليف حاجة معيّنة، فإحنا دايمًا بنظهر تعاطفنا أو إن تفهُّمنا للموقف اللي هُم فيه، وبنقول لهم يعني كنا نتمنى إن أنتم تقدروا تكونوا معانا، وحتى بيبقى في ناس بعد كده لمّا ربنا بيفتح عليها يعني وبيبقى معاهم فلوس، بييجوا بقى ساعتها يحضروا الcourse. يعني بيبقى معانا cases أحيانًا كده اللي هي إيه، بقى لها سنين أيوه أنا باحوّش عشان خاطر آجي آخُد الcourse. فهو الواحد دايمًا بيعامل الناس بشكل مُهذّب. وطبعًا تعاملنا مع الناس بشكل مُهذّب ولطيف، ده لا يعني إن إحنا هنتحرج إن إحنا يعني to state إن ده يعني حقنا وإن هي الموضوع بيمشي بالشكل دوّة. يعني إيه، مش إن إحنا مكسوفين بقى ومُحرجين، فبالتالي بنسيب حقنا، وبالتالي الموضوع يعمل مشاكل نفسية بعد كده. وقُلنا برضه في الفيديو اللي فات إن إحنا ممكن نعمل خصم على المنتجات مش على الخدمة. لو إحنا عندنا منتج معيّن، ملزمة معيّنة بنبيعها، ممكن نطلّعها ببلاش خالص، ممكن كهدية يعني، أو ممكن إن إحنا نعمل عليها discount على حسب مقدرة الشخص اللي قصادنا. وإن إحنا لو بندّي في الجروبات ما فيش مشكلة لو نقدر تطوعًا منا إن إحنا نطلّع 10 أو 20% من الحضور بتاع الcourse، إن ده يكون للناس اللي محتاجة إنها تحضر بشكل مجاني. طيب تعالوا ننتقل بقى الجزء اللي بعدها، وهو إن في مدرسين عندهم مشكلة في تحصيل التكاليف ذات نفسها. يعني بيقولوا مش إن الأولياء الأمور مش بيدفعوا التكاليف في ميعادها، وبافضل أدوّر على فلوسي وأكلمهم وما يردوش عليَّ. طيب واحدة واحدة كده، تعالوا بقى نمسح الكلام دوّة. آآ الموضوع فعلًا يعني الله يكون في العون. آمم الموضوع ده مش بيحصل في مكان واحد بعينه. يعني أنا عندي مُدرّسين من دِوَل تانية و و ومدرسين مثلًا مصريين وعايشين في دولة عربية، دولة تانية، وعندهم نفس المشكلة، إن أنا دلوقتي ادّيت الدرس طول الشهر وشهرين ومع ذلك الفلوس مش بتيجي. وأفضل أكلمهم وأتصل بيهم، لدرجة إن في بنوتة قبل كده قالت لي: "ده أنا حتى في الأعياد باقعد أبعت لهم يعني كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة." ومش عارف إيه. فهي عمّالة تفكّرهم وهُم مكبّرين دماغهم خالص. يا جماعة ما يعني أنا م ما هو إحنا دلوقتي يعني إيه، إحنا اتضحك علينا مرّة، أو الناس اتعاملت معانا وِحِش مرّة، وإحنا مش عارفين مثلًا، ما عندناش خبرة كافية، ما اتعرّضناش للموقف ده قبل كده فلبسنا في الحيطة. لكن لمّا الموقف ده يتكرر مرّة و2 و3 يبقى الغلط مش على الطرف الآخر. إحنا كده مسؤولين نوعًا ما عن الموقف اللي إحنا فيه ده. يعني أنت لو ماشي في شارع وكل مرّة تدخل الشارع دوّة تتزحلق، في جزء كده طينة ودخلت واتزحلقت ووقعت واتبهدلت وهدومك باظت خالص. ما تبقاش كل مرّة بقى بتختار إنك تمشي من نفس الطريق، ما نبقاش نعمل نفس الحاجة ونتوقع نتيجة مختلفة. طيب إيه الحل يعني؟ الحل إن أنا آخُد فلوسي مُقدّمًا بس. it's that simple والله يا جماعة، آخُد فلوسي مُقدّمًا. أنا لو شغّالة في مؤسسة، شغّالة في مدرسة مثلًا، فطبيعي جدًا إن إحنا بناخُد فلوسنا آخِر الشهر. هي المؤسسة كُلّها ماشية كده وكل المؤسسات ماشية كده، ما فيهاش مشكلة. ليه؟ لإن أنا كده مش باتعامل مع فرد، أنا باتعامل مع مؤسسة، والمؤسسة لازم تطلّع المُرتّبات بتاعة الناس دي والضرايب والحاجات دي كُلّها مرّة واحدة. في آخر الشهر. مش هينفع تدّي للناس، يعني حتى فكّروا في الموضوع إزاي، المؤسسة لمّا بتطلّع الفلوس آخر الشهر عشان تضمن إنها خدت الservice منّك. فبالتالي هُم بيعملوا كده عشان المؤسسة مش هينفع تروح تجري وراك، مش هينفع تروح تدوّر عليك، ده إيه ده إحنا ادّينا له المرتّب أول الشهر وبعد كده إحنا عمّالين نجري وراه. مش هتروح بقى هي تعمل كده مع كل واحد. طيب مع الfreelance بقى أو التدريس الحُر الوضع مختلف.
مش هينفع أنا بقى اللي أروح أدوّر على الطلاب بتوعي، يعني سواء إن أنت بتدرس أونلاين، سواء إن أنت بتدرس on site أو offline أو يعني على الأرض مش أونلاين. أنت ما ينفعش تبقى بتروح تدوّر على التكاليف بتاعتك، فالحل هنا إيه؟ الحل إن أنت تاخد فلوسك مقدمًا. فلوسك مقدمًا دي لو أنت حد بيتحرج جدًا، جدًا في إن أنت تاخد التكاليف، يبقى ساعتها في الأونلاين tools كلّها موجودة، عندك فودافون كاش، عندك تحويل بنكي، كل الحاجات دي يا جماعة اللي هياخد معايا الدرس هيحوّل فلوس بفودافون كاش. أنا باتكلّم في فكرة بقى اللي هو إيه، إن دي كورسات وأنت بتحجز مكان مثلًا وحاجة زي كده. لو الناس بقى أنت بتدرّس في السياق بتاعك إن أنت بتدرّس للطلاب اللي جايين يعني مثلًا إيه، من الجيران والّا من المنطقة حواليك، فساعتها هيبقى المُتعارف عليه أكتر إن الناس هتبقى بتدفع إيه، يدًا بيد يعني. ففي الحالة دي لو أنت شغلك كِبِر وازدهر كده شوية وبقى زي لو لعبت يا زهر يعني، ساعتها ما فيش مشكلة إن أنت تجيب معاك assistant teacher يكون أو حد admin يعني أو كده، يبقى هو اللي بيلِم الفلوس من الناس في بداية الشهر. أنت كده ما طلعتش، أنت كمُدرِّس أنا كده ما طلعتش، هو الشخص دوّة هو المسؤول إن هو بياخد التكاليف من الطلاب. فبالتالي تخرج أنت من الحساسية دي. لو أنت لسه بقى خالص في البداية ولسه هم مثلًا 3، 4 طلاب اللي معايا، فساعتها إحنا ببساطة شديدة جدًا إن قبل ما بنبتدي الدرس معاهم، التكاليف بنجمّعها، ولو ليك أخ صغير بقى، لو ليك حد في العيلة كده مش عارف إيه، ممكن تدّي له المهمة دي ادّيها له. إن ما كانش يبقى أنت بتطلب الفلوس مقدمًا في أول الشهر. ممكن يحصل بعض الاستثناءات، يعني برضه الكلام اللي إحنا مش بنتناقش فيه هنا إن هو إيه، أنت هتنفّذه بحذافيره، أنت خُده وحُطّه كده إيه في السياق بتاعك على حسب ما يتناسب معاك. طيب أنت دلوقتي جيت قُلت للناس أنا عايز الفلوس مُقدّم في بداية الشهر، أنت مثلًا بتاخد 100 جنيه من الطالب في الشهر عايز الفلوس دي، فالطالب إيه أو ولي الأمر في الأول قال لك والله لأ ما ينفعش، طب في نُص الشهر، أصل إحنا بنقبض في آخر الشهر، أصل مش عارف إيه. فتقوم قايل لهم بنفس الشكل اللطيف المهذّب والله يعني أنا فعلًا هاكون ممتنة أكتر لو آخُد الفلوس في بداية الشهر، لإن عندي تضبيط الحسابات ومش هينفع إن أنا يبقى كل واحد بيدفع في ميعاد مختلف. مش بقى اللي هو لأ، وأنت ليه ما تدفعش في بداية الشهر دي مشكلتك أنت. لأ، مش هنتكلّم كده، إحنا الموضوع بسيط جدًا، إن يا جماعة دلوقتي لأ، أنا تضبيط الحسابات عندي لازم الفلوس كلّها بتخُش في نفس الميعاد، ما ينفعش كل طالب بيدفع في مواعيد مختلفة. طبعًا زي ما اتفقنا عندنا على القناة في Google Sheets إن أنت تشوف الcourse دوّة. أنا باكتب معاكم الحاجة كده عشان إيه، نبقى بنلخّصها مع بعض الmain notes. فممكن تشوف Google Sheets عشان خاطر تكتب كل البيانات الخاصة بالطلاب، بمواعيد الدفع بتاعتهم، يعني تسجّل وتوثّق كل حاجة أول بأول عشان لو عندك عدد مثلًا الدنيا إيه، ما تطيرش من ذهنك يعني، وتبقى شايف برضه مين بيدفع في نفس الميعاد كل مرّة، فبالتالي لو حصل عنده drop ما فيش مشكلة إطلاقًا إن أنا أعدّيها له، يعني إن أنا ما فيش مشكلة خلاص هات الفلوس المرّة الجاية، المرّة اللي بعدها، ما فيش مشكلة، لكن ما يبقاش نفْس الشخص بيأخّر الفلوس شهر والتاني والتالت وأنت مستغرب الناس ما بتدّينيش فلوسي. أنت ما بتطلبش فلوسك، يعني الموضوع مختلف تمامًا، هُم بالنسبة لهم لو عليهم ياخدوا معاك كل سَنة وما يدفعوش هيعملوا كده، هي في ناس عادي بتستحِل الموضوع مش بتفكّر إن ده حلال والّا حرام والّا هي بالنسبة لها مش فارق، هو بيعمل إيه يعني، تمام، وهنتكلّم في الرَد على هو بيعمل إيه يعني علشان خاطر الفلوس اللي بياخدها دي. ف فأنا دلوقتي ببساطة شديدة جدًا باstate هو الفلوس مُقدّمًا في بداية الشهر. طيب طَب ما ينفعش بس ناخد أول حصة ومش عارف إيه، لا والله مش هينفع. أنا الجروب عندي ليه عدد معيّن و وهو هيكتمل، فأنا عشان خاطر أحجز لك مكان ابنك في الجروب لازم الحجز بالدفع. بس. خدوا كده 10 ثواني process الموضوع، تخيّلوا السيناريو معايا، أنتم لازم تقعدوا تتخيّلوا إن هُم هيقولوا كذا وأنا هاقول كذا، هي عاملة زي الشطرنج، أنا بالعب الturn بتاعي وحد بعد كده بيلعب الturn التاني بتاعه قصادي، فأنا إيه، هي حركة قصادها حركة، حركة قصادها حركة. الشخص بيتكلّم معايا بشكل لطيف، أنا باتكلّم معاه بشكل لطيف ومهذّب، الشخص اتكلّم معايا بشكل وِحِش، هنتكلّم فيها دي كمان شوية، إن لمّا الناس تتكلّم معاك بأسلوب وِحِش، تتصرّف معاها إزاي. فبالتالي أنا ابنك معلش مش هينفع يدخل الcourse
أو الدرس إلا لمّا يتحجز مكانه، لإن أنا باخد عدد معيّن تمام، والعدد ده لازم يكون محجوز المكان بتاعه عن طريق الدفع. لو بالفرد، طيب هم خدوا معاك شهر وبعد كده ودفعوا الفلوس مقدمًا، الدنيا حلوة أهي، جُم عند الشهر التاني الناس بتtest كده أنت هتعمل إيه، هم هيبتدوا يفكّروا طيب أنا آمم جيت بقى الشهر التاني ما خ د أجّل حصة كمان تمام، روح قُل للمدرس بابا لسه ما قبضش، ما فيش مشكلة على عيننا وعلى راسنا، أنت بيحضر في group مش private تمام، فهو جاي في الgroup حضر أول حصة، بعد كده أصل بابا ما قبضش، ما فيش مشكلة يا حبيبي المرّة الجاية، طيب جينا المرّة اللي جاية نفس الوضع. طيب يبقى ساعتها واتساب لطيف كده أو message أو مكالمة لطيفة، يعني طبعًا الأفضل إن هي تكون رسالة مكتوبة عشان ما نقعدش نلوكلوك كتير مع الناس، يعني برضه فكّروا في الموضوع إن هو إيه، توفير وقت، فأنا دلوقتي لو كلّمت التليفون هنقعد بقى أصل الظروف وأنت عارف والأسعار ومش الأسعار والجو دوّة، يعني لأ، ما إحنا مش هندخل في المكالمة، هي الموضوع هيبقى رسالة لطيفة جدًا، أنت تكون واخد الواتساب بتاع الناس، دلوقتي معظم الناس معاها واتساب تمام؟ لو ما فيش واتساب أو إحنا بنتكلم بقى في موضوع اللي هو إيه، إن الناس معهاش غير الموبايلات اللي هي القديمة المكالمات، يبقى ساعتها هنعمل مكالمة التليفون، عشان توفّر على نَفْسك المهاترات اللي هتحصل بعد كده. فهتقوم باعت رسالة لطيفة يعني إيه، نرجو منكم من حضراتكم أن تتفضّلوا وتتكرّموا إن باستكمال تكاليف الكورس أو الدرس قبل يعني إيه، مع الحصة القادمة. ما عملوش كده يبقى الmessage اللي بعدها نفس الرسالة مع استكمال التكاليف مع الحصة القادمة، وإلا سنضطر آسفين إن إحنا نلغي اشتراك الطالب فلان الفلاني من الدرس، علشان خاطر معانا طلاب تانيين ممكن يحجزوا. موضوع بسيط جدًا، هي تكلفة الفرصة البديلة أو اللي هو إيه، أنا دلوقتي الطالب ده لو حضر معايا من غير ما يدفع تمام، وأنا أقعد أشرح له وأقعد أدّي له الحاجة، فلمّا ييجي طالب تاني معاه فلوس فأنا مش هاعرف آخده، لإن أنا كبني آدم عشان كده إحنا كنا بنقول في الفيديو اللي فات إيه، أنا مش هينفع أعمل الخصم على service باقدّمها بشكل لعدد صغير أو private عشان خاطر أنا دلوقتي معايا وقت ومجهود محدد جدًا، مش ملزمة بتطبع فأنت ممكن تطبعها بدل النسخة 100 نسخة، لأ، هو الموضوع ببساطة شديدة جدًا إن أنا وقتي محدد، فأنا مثلًا مقدرتي لو أنا بادّي private مقدرتي إن أنا أدّي 4 طلاب في الشهر. فأنا لو طالب منهم عملت له استثناء وما دفعش، طب ما أنا كده خسرت 25% من الincome اللي ممكن يدخل لي. طيب لو أنا بادّي في الgroup ده مثلًا فيه 4 أفراد، فيهم فرد ما بيدفعش وإحنا متفقين مع الناس إن هو الgroup آخره 4 أفراد، طيب ما الشخص ده لو ما دفعش، طب ما الأفضل إن أنا يعني أنا كده هابقى باشتغل على 3 مش باشتغل على 4 فبالتالي لأ، أنا كده برضه خسرانة 25 في المِيّة من الincome بتاعي، ففي الحالة دي أنا محتاجة إن أنا أعتذر ببساطة شديدة جدًا وبشكل شيك جدًا ولطيف ومهذّب، إن إحنا بنعمل زي إيه reminder يعني أو يعني بنذكّرهم باستكمال التكاليف. أرشّح لك كده إن أنت تحاول تاخد الكلام دوّة وتشوف أنت أنهي مشكلة في دول بالضبط اللي بتعاني منها، لإن مش كل الناس بتعاني من كل المشاكل، هو طبعًا في حاجات هم كلّهم connected مع بعض، يعني دايمًا اللي بيفاصل في الفلوس هو اللي بيتأخّر في الدفع، بيبقى حاجات زي كده. فأنت اقعد كده اكتب الخطوات اللي أنت هتعملها وتخيّل الموضوع هيمشي إزاي، وتخيّل كده إيه أفضل طريقة للتواصل مع الشخص ده. فأنا كده اتكلّمنا so far خلّيني أراجع معاكم، اتكلّمنا في الناس اللي بتفاصل، والناس اللي مش بتدفع التكاليف بتاعة الcourse في ميعادها، فدي كده إحنا هندّيهم reminder مرّة، التانية، التالتة باي باي، بس. هتقعد تقول لي يعني أنا هامشّيهم، ده كده يعني all hell will break loose بقى، الناس هتثور عليَّ والناس هتقول عني ما هم كده، كده هيقولوا، يعني أنا عايزة أطمنك إن هم في كل الأحوال هيقولوا إن أنت شخص شرير، وإن إيه المدرسين دول، وده دي ناس جشع، وإيه عارف اللي هو القطة كلت عيالها وكل الحاجات الغريبة بقى اللي بتتقال دي، هم في كل الأحوال هيقولوا. فبالتالي هُم كده، كده هيقولوا يبقى أنا كده، كده آخُد حقّي، ما ابقاش أنا عمّال يتضحك عليّا، يعني ما يبقاش الprice يعني بُصّوا يا جماعة
ما حدش هيحترم شخص ما بيعرفش ياخد حقه بس. وفي نفس الوقت إحنا مش الكلام مش بشكل وِحِش بقى ولا في يعني آآ أنتم عارفين يعني اللي هو لازم الواحد هيكون مهذّب في الطريقة اللي بيتكلّم فيها، فإحنا هنبقى الكلام بشكل لطيف جدًا. والناس في الغالب الشخص اللي بيبقى بيقدر كده اللي هو يبقى على موقفه وعلى وحازم، يعني في فرق ما بين العنف والحزم. أنا مش رايحة أتكلّم مع الناس بشكل وِحِش وأكشّر في وشّهم والجو ده، لأ أنا باطالب بحقي بشكل مهذّب بكلمات لطيفة، ومش هينفع تقنعني بإن أنا أعمل حاجة غير كده. يعني أنت هتقعد تقول لي تفاصل، تأجّل، تعمل مش عارف إيه، لأ هو الكورس هيدفع في الميعاد الفُلاني بس. يا إمّا إيه الحل البديل؟ طيب خلاص ما فيش مشكلة يعني أصل الفلوس مش متوفّرة معانا دلوقتي، على عيني وعلى راسي، ما فيش أي مشكلة إن شاء الله أول ما تتوفّر الفلوس معاكم، أول ما يتوفّر معاكم تكاليف الكورس، حتى ممكن تشيلوا كلمة الفلوس وتحطّوا مكانها كلمة تكاليف لو كلمة الفلوس إيه، يعني ب بت مش حاسين إن أنتم مرتاحين معاها، فممكن تقولوا أول ما التكاليف بتاعة الكورس تكون متاحة، هاكون سعيدة جدًا باستقبال ابنكم في الدرس الشهر اللي جاي، بس بلّغوني قبلها عشان أتأكد إن ما زال في مكان مفتوح معايا، إن ما زال جدولي فيه وقت متاح. ودايمًا تشرُط إن يعني أنت خرجت من الكورس دلوقتي تمام، ما تجيش بقى بعد 3 شهور تيجي لي وتقول لي ما إحنا كنا متفقين، لأ أنا قُلت لك وقتها الوعد بتاعي كان إن لو أنا معايا وقت متاح، لو فاضل مكان معايا في الجروب متاح. ليه بقى يا أولادي؟ عشان خاطر إن إحنا دلوقتي لو قُلنا مثلًا إيه، طيب أنت معاكش فلوس بتاعة الكورس دلوقتي، خلاص ما فيش مشكلة وقت ما تحب تعالَ. طيب دلوقتي حصل تعويم، حصل أي حاجة، الأسعار اتغيّرت، فأنا أي طالب جديد بييجي معايا بدل ما كان مثلًا هيدفع 100 هيبقى بيدفع 120. أنا ممكن أكون مكمّلة مع الناس اللي كانت معايا من قبل كده ومستمرة وملتزمة والدنيا حلوة، هاكمّل معاها على نفس ال100. لمّا ييجي بقى الناس الجديدة تمام، فالناس الجديدة هاعمّلها بقى بالأسعار الجديدة، فهتبقى ب120 ودي مش مختلفة، هو ده طالب جاي أو group جديد مفتوح وكلّهم جايين على 120. وهنتكلّم بقى في حتّة إن إحنا نرفع الأسعار على الناس مع الوقت ونمهِّد لهم الموضوع إزاي علشان خاطر مع تغييرات الأسعار اللي بتحصل حوالينا. فأنا دلوقتي العقد أو الوعد اللي بيني وما بينهم هو مشروط ببعض الأشياء، مشروط مثلًا بفكرة إن أنا قُلت لك والله الترم ده هيبقى ب100 جنيه. طالما أنا قُلت الترم ده ب100 جنيه، فأنا ملتزمة إن هو ب100 جنيه. لو أنا قُلت لك مثلًا الترم ده هيكون ب100 جنيه، إلا لو حصل زيادة في الأسعار حوالينا، ساعتها هنشوف الوضع هيبقى عامل إزاي، وفي احتمال لزيادة الأسعار. أنا برضه كده الوعد بتاعي صريح، أنا كده مرتبطة الظروف بتاعة البلد. الأسعار زادت أنا كمان هازوّد، لإن في ناس بتقعد بال3 وال4 سنين بتاخد نفس الرقم، فنفس الرقم مش هتعرف تقوّم بيت. يعني أنت لو مسؤول عن بيت مش هتعرف تصرف. لو أنت عايز يعني يبقى لك مصروفك الشخصي، أنتِ بنت مثلًا وبتشتغلي كده حُرّ نفسِك خفيف، برضه مش هتكفّي الفلوس الجهد اللي أنتِ بتعمليه، لإن قبل كده لو كنتِ هتشتري بال100 جنيه دي حاجة، دلوقتي مثلًا مش هتعرفي تجيبي نفس الحاجات اللي كنتِ بتجيبيها قبل كده. فبالتالي يبقى أنا كده إيه النقطة اللي إحنا اتكلّمنا فيها؟ إن إحنا دلوقتي هنdelay أو هنأخّر اشتراك الشخص، هنdelay ممكن نكتبها إيه، تأخير اشتراك الطالب لشهر تاني، لوقت تاني، لحين استكمال عارفين المصروفات أو التكاليف، تمام؟ دي كده النقطة اللي إحنا اتكلّمنا فيها. آمم لو في أي حاجة تانية أنا كتبتها أو قُلتها زيادة وإحنا بنتكلّم فاكتبوها في الcomments. يعني لو في حاجة أنا ما خدتش بيها note ممكن تكتبوها بحيث إن أي حد بيتفرّج على الفيديو يبقى بيشوف برضه الملخّص معانا للنُقط اللي إحنا اتكلّمنا فيها. فبالتالي كده الطالب آمم يعني مش هيكمّل الفلوس، يبقى إحنا كده إيه، هن هنخلّي الموضوع بقى طيب أول ما يبقى التكاليف متاحة معاك تنوّرنا أهلًا وسهلًا، لو متاح بقى وقت والظروف وتسمح مش عارف إيه تنوّرنا. فبالتالي لو هو جِه بعد كده وتكاليف الكورس زادت، مش هييجي على السعر القديم، هييجي على السعر الجديد، هيقول لك إيه ده بس إحنا كنا على 100 جنيه، ده وقتها. لكن دلوقتي أنت جاي كإنّك طالب جديد عادي جدًا، فبالتالي هييجي على ال120 بدل ال100.
فده كده إيه، كان جزء. خلّينا نكمّل في فيديو تاني عشان الفيديو ما يبقاش إيه طويل وتعرفوا تركّزوا فيه، فخلّينا كده ننتقل إلى النقطة اللي بعد كده.